هنعمل النهاردة مع بعض غدا، عايزة أقولك ما بيختلفش عليه اتنين. غدا كده هيفكرنا كده بأيام الطفولة واللمة الحلوة والذكريات الحلوة. أنا عن نفسي لما بعملها بفتكر ذكريات حلوة قوي قوي لماما الله يرحمها. تعالوا النهاردة هنعمل كده مع بعض أكلة حلوة وما بيختلفش عليها اتنين. أول حاجة زي ما انتوا شايفين كده سلقت الفراخ البلدي. طبعا الفراخ دي متربية على السطح طبعا عند والدي، ربنا يديله الصحة وطولة العمر يا رب. مرات أخويا لقيتها دبحاهم وبتقولي خديهم وانتي ماشية. من هنا حابة أقولك انتي أقصى واحدة شافتها عيني. بنت فعلا متربية على الأصول ومتربية على الشبع ومتربية على الاحترام. شايلة أبويا فوق دماغه وشايلة أخويا فوق دماغها. يعني ست بميت راجل. يعني لو أطول أجيب لك نجمة من السماء قسما بالله ما قليل عليكي، قسما بالله كمان مرة. ما قليل عليكي. انتي مش مجرد مرات اخ وحيد لينا، انتي مجرد اخت لينا، انتي اختي فعلا التالتة. ربنا يعلم بمعزتك عندي، ربنا يعينك ويقويك ويجعله في ميزان حسناتك. الست الاصيلة شهادة، يعني ربنا اللي يعلم في اي حتة. دي شهادة انا بشهدها لك، انتي فعلا متربية 100 مرة. ربنا يديك الصحة ويقعدهولك في ولادك اللهم امين. تعالوا بقى نخش على صينية البطاطس بعد ما سلقنا الفراخ اللي هي مربياها اللي كانت سكر سكر كده. ندخل بقى على صينية البطاطس. اهم حاجة في صينية البطاطس بصل كتير تقطعيه كده جولياني وتدعكيه بالفلفل الاسود والملح وتسيبيه يدبل كده في شوية زيت ومعلقة سمنة بلدي لمدة 3 دقايق. وطبعا صينية البطاطس بتعشق التوم. راس توم كده دقيتها في الهون مع قرن فلفل احمر سبايسي مع قرن فلفل اخضر. عايزه اقولك لو ما اكلتهاش سبايسي يبقى انت عمرك في حياتك ما اكلت صينيه بطاطس. كل اللي انا دبلته البصل ويا دوب التوم شم ريحه النار، وبعد كده هنزل بكل المكونات عادي بتكون ني في ني. لكن اهم حاجه تركايه اللي انت تدي البصلايه دي تشويحه بتنقل صينيه البطاطس في حته تانية خالص. نزلت بالبطاطس الكميه اللي انت عايزاها، نزلت بنص شفشق من الطماطم. طبعا صينيه البطاطس ني في ني برضك بتعشق الكمون. احنا حطينا في البدايه فلفل اسود وملح، احط كمون. وهنا كنت عايزه احط مرقه خضروات، ما لقيتش خضروات فحطيت مرقه دجاج عادي. مفيش اي مشكله، اللي انت تحبيه حطيه. هسيبها كده بقى زي ما انتوا شايفين الطماطم تتسبك كده وتنشف شويه، وبعد كده هنبدا نضيف لها الشوربه. عامله بقى شوربه فراخ حطي، عامله شوربه لحمه حطي، مش عندك فراخ ومش عايزه تعملي ما عندكيش امكانيات تعملي جنبها حاجه، اعمليها في ني جنب رز بالشعريه. قسما بالله لوحدها ارديحي رهيبه. بس هاتي بقى مرقه دجاج خضروات بتنقلها في حته تانية خالص. لكن انا ما كانش عندي مرقه خضروات فحطيت مرقه دجاج عادي. الشوربه بقى زي ما انتوا شايفين كده الفراخ بقى دسمه وحلوه. بجد بجد الشوربه نقلت صينيه البطاطس في حته تانية خالص. بس انا بقول لك لو عايزه تعمليها ارديحي اعمليها. خلاص زي ما انتوا شايفين استوت كل ده على البوتاجاز. انا